يعني من الواضح من المعلومات المتيسرة عن الجنود الذين اختطفوا أخيرا أنهم لم يكونوا في الخدمة، أنهم كانوا متحركين للسفر إلى الأجازة، لم يكونوا مسلحين. يعني كان وضعهم أقرب إلى وضع الفرد المدني منه كفرد القوات المسلحة، وهذا ما يمكن تفسيره. طبعا ده لا يفسر مقتل ال 16 جندي الذين قتلوا في شهر أغسطس الماضي، وما زال البحث جاريا حولها. واعتقد ان التصريحات ولكن سيادة اللواء يعني أخيراً بخصوص حادث اليوم، لا يفترض أن هناك نقاط تفتيش عديدة وأن هناك دوريات عديدة للقوات المصرية في سيناء؟ كيف يمكن أن يتحرك المسلحون بهذه السهولة؟ لا، يعني من يقول هذا لا يدري طبيعة طبوغرافية سيناء. طبيعة طبوغرافية سيناء مفتوحة وفيها مناطق قليلة التي يمكن السيطرة عليها، أما باقي المناطق فهي مفتوحة ويصعب السيطرة عليها. أعتقد أن هناك قطعا إجراءات احترازية في مناطق المضايق أو المناطق الضيقة التي يمكن السيطرة عليها. أعتقد أن أيضا حاليا القوات الجوية بتقوم بمسح المنطقة لفرض السيطرة عليها، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بصفة مستمرة، وستظل سيناء وخاصة مع قلة عدد القوات فيها ستظل سيناء محتمل فيها قيام مثل هذه الإجراءات. هل تعني أن سيناء ستظل دائما خارج السيطرة إلى حد ما بالنسبة للحكومة المصرية؟ طول ما هناك قيود على القوات الموجودة في سيناء سيظل هناك احتمال للخروج عن السيطرة بالنسبة للدولة. طيب، يفترض أن يعني وزير الدفاع المصري كانت له تصريحات قبل أيام يقول إنه ما زال يتابع حادث قتل الجنود المصريين، بدلا من حل لغز قتل الجنود المصريين والعثور على قتلتهم نحن نواجه مشكلة أكبر. برأيك هل يلقي هذا أو هل يثير هذا علامات استفهام بشأن قدرات وزارة الدفاع المصرية؟ يعني أعتقد أن قدرات الوزارة معروفة، وأن قضية الذين قتلوا في أغسطس أيضا معروف على الأقل الجزء الواضح منها، وهو أن هناك علاقة ببعض الأفراد الذين هربوا من سيناء إلى قطاع غزة، وأنه لم يمكن حتى الآن الاتفاق مع قطاع غزة على استجواب هؤلاء الأفراد. وإذا وصلنا إلى ذلك أعتقد أن ستكون هناك طريقة لمعرفة حقيقة ما حدث في أغسطس الماضي. طيب، عندما اختطف جندي إسرائيلي أقامت إسرائيل الأرض ولم تقعدها، ونحن الآن نتحدث عن قتل 16 جنديا مصريا ثم اختطاف 7، وحتى الآن لم نرى أي رد فعل من القاهرة. برأيك لماذا؟ يعني أعتقد أن لا يجوز أننا نقارن رد الفعل الإسرائيلي بالرد الفعل المصري. رد الفعل الإسرائيلي ترد على شعب آخر بتتخذ إجراءات معادية. قطعا هذا لا يتوقع ولا يمكن أنه يحدث من قوات مصرية ضد أفراد مصريين أو ضد أفراد حتى فلسطينيين، فرغم أنهم فلسطينيين إلا أنهم عرب، وهم هناك علاقة قوية بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني. أشكرك على أي حال. من القاهرة اللواء طلعت مسلم الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، شكرا لوجودك معنا.